السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده في فيديو جديد. قبل ما ابدأ معاكم الفيديو حابة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. وان شاء الله رمضان ده يكون بداية خير لكل الناس، وربنا يتقبل مننا صالح الأعمال بإذن الله. النهارده بقى يا بنات الفيديو اللي هنعلق فيه الزينة عندي في الشقة، وهنحط ديكورات رمضان. وطبعا اكيد يعني انتوا عارفين ان ده اكتر فيديو انا بحبه، وبحب ان انا اعلق زينة رمضان، وبحب اصلا الروتين اللي هو تعليق الزينة وتزيين البيت بديكورات رمضان. ده اكتر حاجة انا بحبها وبستناها بجد كل سنة. الناس اللي متابعاني من رمضان اللي فات هيكونوا عارفين كده. وكمان يعني مش بس يعني من اول ما فتحت القناة، انا من قبل ما افتح القناة اصلا ومن قبل ما اتجوز كنت بحب ان انا ازين البيت واحط ديكورات رمضان واحط حاجات كده رمضان. بحس ببهجة وبفرحة بجد. ورمضان يعني بحسه ما بيكملش غير لو انا حاطة بقى الحاجات بتاعة رمضان حواليا، وجايبة مثلا حتى حاجات بسيطة كده ومزينة بيها. كنت بعمل كده برضو قبل ما اتجوز في بيت اهلي، كنت بعمل كده في اوضتي. فبجد يعني الحاجات دي يعني ممكن تبان تافهة لبعض الناس، او في ناس مش بتحب يعني تعمل كده، بس انا بجد الحاجات دي بحبها جدا جدا جدا. وزينة رمضان دي عندي يعني بصوا حاجة مهمة قوي. فالنهارده بقى في الفيديو هعلق معاكم زينة رمضان وعامل ديكور رمضاني كده في الشقة عندي. وحابة اشارككم معاكم عشان يعني اللي لسه متأخر ومعلقش زينة ياخد مني افكار برضو، ويستفيد من الفيديو حتى لو حاجة بسيطة. هنا كده. وفي الاول كنت بوريكم الزينة اللي انا هستخدمها او الديكورات بتاعة رمضان اللي انا هستخدمها. طبعا في حاجات من السنة اللي فاتت وفي حاجات بسيطة اشتريتها السنة دي. فيعني بصوا انا هسيب لكم في صندوق الوصف اللينك بتاع الفيديو بتاع زينة رمضان بتاعت السنة اللي فاتت، رمضان اللي فات. وعايزاكم برضو بعد ما تخلصوا الفيديو ده تروحوا تشوفوا انا كنت مزينة البيت ازاي في رمضان اللي فات، وتقولوا لي بقى رمضان ده احلى ولا رمضان اللي فات. انا طلعت الزينة اللي كنت شايلاها عندي من السنة اللي فاتت. كان عندي شخصيات رمضان، وكان عندي كذا عقد نور من السنة اللي فاتت، جبت عليهم حاجات جديدة رمضان ده عشان ازود يعني الزينة. وفي حاجات طلعت جديدة الصراحة عجبتني خالص، فحبيت ان انا اجيبها. يعني اللي هو ما قدرتش امسك نفسي، زي ما بقول لكم انا بحب الحاجات دي خالص، وبحب يعني ان انا اجيبها وكده. بس كنت برضو مشترية حاجات جديدة. فانتوا هنا كده بتشوفوا القديم على الجديد يعني. بس انا وبعلق كده هقول لكم ايه اللي اشتريته جديد وايه اللي كان من السنة اللي فاتت. يعني مثلا زي التابلو ده كان عندي من السنة اللي فاتت، او تقريبا من قبل السنة اللي فاتت. وبتاع بوجي وطمطم ده كان عندي من السنة اللي فاتت. بصوا اول حاجة يا بنات هبدأ ازين معاكم الريسبشن. انا اول حاجة يا بنات علقت العقد النور ده اللي هو لونه اصفر، ده الكبير خالص. حبيت ان انا امشيه كده في الشقة كلها، في الريسبشن يعني كله. وحطيت العقدين اللي هم فيهم شخصيات رمضان، بوجي وطمطم وفنانيس و... وسمورة، ومعرفش اسمه سمورة ولا فطوطة، المهم يعني الشخصيات دي علقتهم كده. والفانوسين دول يا بنات وبكار ده اللي حطاهم فوق الرف، دول جداد مشترياهم رمضان ده. بصوا انا حبيت اني اعمل السنة دي الزينة مختلفة عن رمضان اللي فات. يعني لو شفتوا الفيديو بتاع رمضان اللي فات هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، هتلاقوا فيه اختلاف في الديكور بتاع رمضان. يعني المرة اللي فاتت زينت بطريقة معينة، والمرة دي زينت بطريقة مختلفة شوية. بصوا هنا بقى شكل الرف بعد ما غيرت. انا كنت بحط واشيل لحد يعني ما استقريت على حاجة. جبت بقى مفرش لونه احمر. بصوا مفرش السفرة ده لونه احمر مكتوب عليه رمضان كريم، عجبني خالص. حبيت ان رمضان ده احط كل المفارش لون احمر. معرفش ليه يعني، انا مع ان في عداء بيني وبين اللون الاحمر، انا مش بحب اللون الاحمر، بس المره دي يعني حبيت ان انا احط كل المفارش لونها احمر. يعني السنه اللي فاتت كنت حاطه مفرش للسفره لونه ازرق. فالسنه دي برضو قلت لا خلاص هغير، فخليت المفارش كلها لون احمر. حطيت المفرش ده، هو مشمع تقيل كده حلو خالص وعملي جدا، نفس خامة المفرش اللي فات اللي هو بتاع رمضان اللي فات. بس ده شكل تاني. بس وحطيت التابلو ده برضو جايباه جديد السنة دي، اللي هو مكتوب عليه رمضان كريم. وحطيت بقى فنانيس القمر ده اللي بموت فيه، تقريبا كل الناس بتحب الشخصية دي. والطبق ده يا بنات بتحطي فيه اللي هي الحاجات اللي هي بتاعت رمضان دي، المشمشية
والحاجات اللي هي بتاعة رمضان دي مش عارفة اسمها ايه كده. بس انا يعني ممكن احط فيه مكسرات او ممكن احط فيه المشمشية، لأن انا مش عارفة غير المشمشية بس عشان انا بحبها. بس فهو لسه فاضي يعني دلوقتي، انا هحط فيه حاجات بعدين. وهنا برضو طابلو تاني مكتوب عليه رمضان كريم، حطيته برضو، هما اتنين شبه بعض لونهم ذهبي، فحطيت واحد فوق السفرة وواحد فوق الركنة. وبصوا الطابلوه القمر ده مكتوب عليه رمضان كريم ولونه ازرق وفيه هلال ونجمة. ده تحفة خالص، عجبني يا بنات. انا اشتريته رمضان ده، كان سعره 75 جنيه، هو خشب وتقيل وحلو يعني، فعجبني خالص. بصوا هنا كده كنت خلاص حطيت الزينة اللي انا يعني هعمل بيها الريسبشن، وبعد كده خلصت يعني وولعت بخورة. وبعدين هعمل لكم كده جولة سريعة في الحاجات اللي انا رصيتها. بصوا اول حاجة العقد اللي هو الورم ده الاصفر الطويل، حبيت ان هو يمشي في الشقة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا انا السنة دي حبيت ان يعني العقد بتاع النور والعقد بتاع الشخصيات دول هم عقدين مع بعض، حبيت ان هم يمشوا كده رايح جاي، فاهميني؟ يعني المرة اللي فاتت رمضان اللي فات كنت بحطهم كده في جنب واحد او على حيطة واحدة، بس انا حبيت ان انا اوصل من الحيطة دي للحيطة دي. حبيت ان انا يعني الزينة اظهرها اكتر، فاهميني؟ فمختلفة عن الستايل بتاع رمضان اللي فات. بصوا بقى، وجبت المفارش الحمرا دي اللي انا حطاها على ترابيزة الركن وعلى ترابيزة التلفزيون، دي قماش كنت مشتريها بالمتر. برضو عليها شخصيات رمضان ومكتوب عليها رمضان كريم. حطيت واحدة على ترابيزة التلفزيون وواحدة على ترابيزة الركنة، وخليت كل المفارش زي ما قلت لكم لونها احمر، تمام، عشان يبقوا كلهم مع بعض. والمفرش بتاع السنة اللي فاتت على فكرة اللي هو لونه ازرق ده، لسه قاعد زي ما هو جديد وكده، انا وريته لكم في اول الفيديو، يعني كويس خالص ما فيهوش اي حاجه. فانا قلت ممكن مثلا في نص رمضان اغير يعني وكده، يعني اشيل المفرش الاحمر ده اللي على السفره واحط مفرش تاني، تمام. بس كده ده كان الشكل النهائي. بصوا انا يعني والله بجد نفسي كل الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي تيجي عندي في البيت وتشوف الحاجة على الطبيعة بجد يا بنات. والله الكاميرا ظلمة، ظلمة الشكل، يعني مش عارفة اقول لكم بنسبة كام. يعني على الطبيعة الحاجة احلى بكتير، الكاميرا بجد ظلمها. فيعني انا حاولت ان انا اصور لكم كده كل حاجة، واخترت ان انا صح احط على السفرة الطبق اللي هو بتاع ايكيا ده الابيض، وحطيت فيه فانوس ابيض والهلال وحطيت فيهم التمرية. بصوا اخترت ان انا احط على السفرة حاجات لونها ابيض عشان المفرش احمر وفيه رسومات كتيرة، فقلت خلاص احط حاجات هادية. يعني هو الفانوس بينور اصفر والهلال برضو بينور اصفر، فشكلهم حلو خالص. هنا بقى بعد ما طفيت نور الشقة وبوريكم بقى الحاجات يعني الإضاءة بقيت ازاي وكده. وزي ما قلت لكم يعني في الطبيعة احلى بمليون مرة. شايفين شكل السفرة ازاي كده لما حطيت عليها الطبق ده وفيه الحاجات دي، شكلها هادي يعني شوية. بس بصوا بقى كده ده الشكل النهائي في الريسبشن بعد ما طفيت النور، بجد تحفة وعجبني الحمد لله راضية عنه. وحوار ان انا عملت الزينة رايح جاي كده على الحيطة عجبني، يعني حسيت بأجواء رمضان كده قوي يعني. والشخصيات طبعا كلها جميلة وكلها بحبها يعني شخصية رمضان دي. بس بعد كده ندخل بقى على أوضة الأطفال. أوضة الأطفال عندي يا بنات برضو حبيت إن أنا أحط فيها زينة، لأني زي ما انتوا عارفين أنا أوضة الأطفال بالنسبة لي هي الليفينج، هي اللي إحنا بنقعد فيها كتير يعني. وكمان ساعات برضو بنفطر فيها، يعني عندي الترابيزة اللي هي بتتفتح وتتقفل دي ساعات بحطها وبنفطر فيها، بنفطر يعني عليها وكده، فبنكون قاعدين في الأوضة وكده. فبرضه حبيت ان انا ازينها. بصوا الرفين الخشب دول حطيت فيهم كل الفوانيس بتاعت ابني. الفانوس الاخضر ده اللي هو عامل زي الوحش ده، ده مش لعبة، ده فانوس يعني بيغني اغاني رمضان بس هو على شكل لعبة. وحطيت هنا الفانوس ده على شكل توك توك برضو، وحطيت جنبه الطبلة اللي هي بتاعت رمضان. بصوا بقى حطيت على الباب اللي هو رمضان كريم ده اللي هو الشكل ده يعني على الباب. وكده في الوش حطيت الثلاث شخصيات اللي هي طمطم وبوجي وفنانيس. وهنا بقى حطيت على الكرسي ده حطيت عليه مفرش كده بتاع رمضان اللي هو القماش، عشان يبقى كده شكل رمضاني برضو. وحطيت عليه خدادية بس، وحطيت عليه لعبة فنانيس، تمام. وهنا في الحيطة زي ما انتوا شايفين حطيت اللي هو العقد اللي على شكل هلال. بصوا العقد ده يا بنات شكله شيك جدا من قريب، على شكل هلال كده وبينور حلو خالص. انا كنت مشغله اغاني رمضان اصلا على الشاشه، فكنت بقى ايه فرحانه قوي. وادي هنا في الرفين دول حطيت كل الفوانيس بتاعه ابني
علشان هو بيلعب بيها يعني وكده، فبنزلها له بيلعب بيها. وشلت كل اللعب اللي هي اللعب العادية شلتها في اللي هو الباسكت بتاع الألعاب، وحطيت بس حاجات رمضان. وهنا السبت ده اللي هو عليه شكل رمضان حطيته هنا عشان قلت هحط فيه حاجات، يعني ممكن احط فيه مصاحف كده، يعني هشوف هحط فيه ايه. تمام. ده كده الشكل بتاع اوضه الاطفال. يعني حطيت بس الفوانيس بتاعت ابني، وحطيت عقد النور والشخصيات، يعني ما حطيتش يعتبر حاجات كتيره. بس والعقد اللي هو على شكل هلال ده بقول لكم شكله جميل جدا، يعني حلو خالص. بس ده كده كان شكل اوضه الاطفال بعد ما زينتها بزينة رمضان. كانت حلوة خالص. تعالوا اوريكم بقى الفانوس اللي حطيته في البلكونة. بصوا الفانوس ده، شوفوا لي القمر ده يا جماعة، والله الفانوس ده ما اقولكمش انا بعشقه ازاي. حلو خالص. هو فانوس معدن وكبير، يعني طويل خالص كده يا بنات، بس هو باين صغير هنا عشان انا معلقاه في ماسورة الستارة في البلكونة، فباين ان هو صغير، بس هو يعني في الحقيقة فانوس ضخم وكبير. شكله جميل جدا يا بنات وحلو خالص. انا بحب خالص الفوانيس اللي هي بتبقى معدن، اللي هي شغل الهاند ميد ده بحبه جدا. بس فحطيته كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت برضو عقد النور ده كده على شكل فوانيس صغنونة، حطيتهم في البلكونتين. وكده كنت بوريكم شكل الزينة اللي انا علقتها في البلكونات عندي. علقت كده عقدين زي ما انتم شايفين، هما 3 اصلا، واحد في النص وواحد في البلكونة دي وواحد في البلكونة دي. فعلقتهم كده وبيدوا انوار حلوة مع الفانوس.